صباح الخير عليكم. النهاردة هعمل معاكم طبق سلطة في منتهى الجمال، الكبار والصغيرين هيحبوه، وهي السلطة الروسية. يعني حبة خضار كده مع معلقتين مايونيز على زبادي، هنطلع أحلى طبق سلطة. في حلة صغيرة هضيف كوباية من البطاطس المتقطعة مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين بالشكل دوت، وكوباية جزر على بسلة، وكمان كوباية فاصوليا خضراء. انا الحاجة هنا كانت عندي متفرزة، البطاطسية بس هي اللي فريش. هحطهم على النار يتسلقوا. وعشان اعمل الدريسنج محتاجة كوباية الا ربع من المايونيز، وخمس معالق من الزبادي بمعدل كوباية زبادي، وكمان ربع معلقة صغيرة من الملح، ونقلبهم كده شوية لغاية ما يمتزجوا مع بعض. وكمان انا بحب احط عليها معلقة صغيرة من السكر، ودي اختياري، بس انا بحبها مسكرة كده، حاجة بسيطة. خلاص كده انا هسيبه على جنب واروح للخضار. هبرده كويس قوي تحت مية الحنفية، انا مش عايزة فيه اي درجة حرارة عشان خاطر ما تسيح لناش الصوص بتاعنا. وخدي بالك وانت بتسلقي الخضار عشان البطاطس ما تتهريش منك، عشان اثناء التقليب اللي احنا بنعمله دوت هتبص تلاقيها فكت والمنظر مش هيكون ظريف. انا كده خلاص شربت كل الخضار بالصوص اللي احنا عملناه. هبتدي اغرفها في اطباق التقديم وهتشوفي شكلها النهائي هيكون ايه. يا سلام على الحلاوه والجمال. هسيبكم بقى تجربوا الطبق اللذيذ دوت وتقولوا لي على رايكم في الكومنتات. السلام عليكم.